عشان تعملي مكرونه بالصلصه محتاجه تطلعي الطماطم وتقطعيها وتصفيها وتسويها وبعدين تفكيها وتغرقيها 2000 years. طب وليه تصعبها على نفسك لما ادمي مسهلاها عليكي؟ عشان عامله لك صوص طماطم متبله جاهزه بملح وفلفل اسود او بصل وتوم واعشاب ايطاليه او بصل وتوم وفلفل وعلى الطبخ على طول، متسبكه حلو، حجمها حلو، وسعرها كمان حلو، يعني 3 في 1. شفت سهلة ازاي؟ لو قلتلك هاتيلي منتج واحد ينقل طعم اكلك في حتة تانية زي اكل المطاعم ويفتح شهيتك وشهية ولادك على الاكل، هتقول الصوصات. انا بقى جاي اقولك ان الطعم الاصل للصوصات هو ادمي، اللي هتخلينا نبطل نشتري دليفري كمان مرة لا نامت من المغرب. في منها كاتشب ومايونيز كينج الصوصات اللي مفيش غنى عنهم، كمان باربيكيو للشوي والحركات، رانش طعمه لوحده حكاية، معروف بجمال طعمه جنب اي اكلة حتى السلطات. صوصات ادمي بتتكون من منتجات طبيعية، يعني مفيش مواد حافظة ولا الوان صناعية، فانت هتاكل طعم حلو ومضمون بجودة عالية. قولولنا في الكومنتات ايه نوع الصوص المفضل لكم، وجربتوا صوصات ادمي ولا لسه؟ فيها صوصات ادمي وعلى بق واحد،